السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. صلوا على النبي حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بنية تفريج الكروب والهموم لنا جميعا يا رب. فضلة خيركم دول شوية نابت كنت عاملاهم للعيال، يعني بمناسبة ان الجو خلاص سقع وبرد، فعملت لهم شوية نابت وجبت لهم رقاق ناشف من الفرن وفتت لهم ووكلتهم بالهنا والشفا، والحمد لله نعمة وفضل. بصوا حبايبي، والله أنا بخصوص موضوع تنزيل الفيديوهات ده على طول، يعني أنا نفسي أنتظم في تنزيل فيديوهات على القناة، بس الوضع معايا يعني مش أحسن حاجة. وكتير كتير ناس برضو قلت لهم ووضحت لهم لما كانوا بيقولوا لي افتحي بس، يعني انا برضو الظرف معايا ما ينفعش ان انا اشحن البث ده، بيسحب كتير اكتر من الفيديوهات. يمكن الفيديو عندي ممكن اشحن كارت مثلا ب20 جنيه، احمل عليه فيديو يعني اكد 5 6 دقايق، انما البث ده اقل شيء عايز ان انا اقعد ساعة. وشوفوا بقى التكاليف، يعني اقل حاجة كارت ب100 جنيه عشان اقعد ساعة على بث، ودي طبعا حاجة مستحيلة معايا خالص، مش هقدر ابدا اعملها، لاني انا الوضع معايا زي ما انتوا عارفين الحمد لله رب العالمين. فحرام يعني ان انا اشحن كارت ب100 جنيه واضيعه على البث، وان انا افضل قاعدة ويا ترى يعني البث هيجيب مشاهدات ولا لا. ف يعني الفلوس دي اولى بيها العيال ياكلوا ويشربوا بيها، احسن مصاريف ليهم. فاعذروني والله لو انا ما بنفذش كلامكم ان انا افتح بس غصب عني، يعني انا اذا كان في المقدرة مش هتأخر ان انا انتبه للقناة بتاعتي وانزل فيديوهات، هيبقى يعني على الاقل يمكن ربنا يكرمني منها، لكن انا الوضع معايا صعب فمش هقدر. بصوا انا عايزة اقول لكم اني ليا دلوقتي 3 ايام صدري يعني انتوا زي ما انتوا عارفين ان عندي حساسية صدر وعندي حساسية أنف، الاتنين معايا. الله المستعان يا رب، الله المستعان. والله ما بعرف أنام الليل، والله ما بعرف أنام الليل من كتمة النفس. بحس إني روحي هتطلع والله، وبقعد أتشاهد وأصحى مع الفجر نفسي ده طالع نازل كأني كنت بجري من مسافة بعيدة، ومناخيري مكتومة وصدري مكتوم. والله العظيم أنا يعني أسفة في الوصف، أنا بفتح بقي عشان أعرف أتنفس، مناخيري دي خلاص ضايعة يعني مش حاسة بيها. وبيجي البرشام الحساسية بتاع الصدر مش نافع، البخاخة مش نافعة، لأني أنا باخدها. والله العظيم أنا ساعتها لما كشفت من سنتين، لما كان والدي الله يرحمه عايش، وهو اللي ساعتها قال لي لازم تروحي تكشفي، والله العظيم من ساعتها ما روحت كشفت تاني على صدري. الدكتور ساعتها قال لي البخاخة دي بتتغير كل 6 شهور، لأن مفعولها بيروح بعد 6 شهور، فلازم تتغير. والله العظيم أنا ماشية عليها بقالي سنتين ويمكن أكتر كمان، فما بقيتش عاملة معايا نتيجة. أنا بكلمكم دلوقتي والله وباخد نفسي بالعافية، والله باخد نفسي بالعافية. يعني أنا ما قادرة أروح حتى أكشف عند دكتور صدرية عشان يكتب لي حتى نوع علاج جديد، يكتب لي بخاخة جديدة. ما قادراش والله ما قادرة، والله ما رحت له يمكن ليا سنتين وأكتر. ربنا يعدلها من عنده. ادعولي بالله عليكم، ادعولي. أنا جوايا حاجات كتير، جوايا كاتمة حاجات كتير، والله مش حاسة بطعم الدنيا ومش حاسة بأي حاجة خالص. حاسة نفسي في مطحنة، في طاحونة شغالة فيها من أول ما بصحى من النوم لحد ما بنام تاني. والله ما بفصل، والله ما بفصل. تعبت وجسمي ابتدى يظهر عليه التعب، وتعبت وخلاص يعني. بس نفسي ان انا لما اجي اريح، للأسف يعني اللي زي لو ريح مفيش بديل ان هو يقوم بواجباته مع عيالي، مفيش بديل. لا انا لو قعدت ورقدت
العيال دي هتتبهدل معايا. انا قدر المستطاع غصب عني بحاول اقوم واقاوم، بس غصب عني ساعات ببقى مش قادرة، خلاص فصلت. والجيران هنا حتى العيال، يعني انا طول الاسبوع ما بنزلش عيال خالص في الشارع يهووا. لو جه يوم الخميس مثلا اخر الاسبوع وعيل قال لي يا ماما عايز العب شوية، الجيران كل شوية يزعجوا محدش يلعب محدش يلعب. حتى المنفذ الوحيد ان انا كنت اطلع السطوح، اهوي عن نفسي شوية واهدي اعصابي شوية، صاحب البيت قفل باب السطوح بالقفل، ومبقتش لاقية منفذ ليا ولا العيال لاقيين منفذ ليهم. لدرجة ان انا فكرت من كتر الخنقة، طب عيالي غصب عنهم بيبقوا من طول الاسبوع مدارس ويروح وجاي، طب عايزين حاجة يرفهوا بيها عن نفسهم. وانا طبعا مش امكانياتي الرفاهيات دي خالص، خاصية الرفاهية ان انا اوديهم ملاهي ولا اوديهم اماكن فيها يتفسحوا، ما عنديش. فبقول لهم انزلوا هووا شوية في الشارع، حتى دي برضو بقت ممنوعة. لدرجة ان انا فكرت ان انا حسيت ان انا مخنوقة في سجن. فكرت قلت طب امشي من المكان ده، اعزل من المكان ده، انا لا عارفة اخد راحتي ولا عارفة اخد، ولا عيالي عارفين ياخدوا راحتهم. والله انا ما عارفة، انا مشتتة مش عارفة اعمل ايه، وتعبت. حاسة الناس جاية عليا بزيادة، حاسة ان مش عارفة ايه، انا مش عايزة اظلم حد، بس كل العوامل تحسسني ان الناس مستقصداني. مش عارفة والله، مش عارفة. انا برضو مش عايزة اتكلم ولا اقول اني مستقصديني انا، بس انا يمكن من الضغوط اللي عليا بتخليني اقول كده. بالله عليكم في يوم الجمعة دعوة المسلم مجابة يوم الجمعة، بالله عليكم لا تدعولي، لأحسن أنا خلاص انهارت وساعات كتير استغفر الله العظيم بفكر، استغفر الله العظيم يا رب سامحني.